هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يسركم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 1 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، وبعد نشرة الأخبار نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، ويفتح الزميل أحمد شريف نافذة اليوم بتقرير عن جائزة كتارا للرواية العربية، وتقرير آخر حول إثارة النعرات والكراهية بين القوميات. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مدير التعليم في إريتريا يقول بأن الألوف من الطلاب تخرجوا في ال10 سنوات الماضية. السلطات البلجيكية تعثر على مهاجرين داخل شاحنة. أسراب الجراد تهدد الموسم الزراعي في دول القرن الأفريقي. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. قال العميد الدكتور هايلي محسون مدير إدارة التعليم العالي بأن المؤسسات التعليمية في إريتريا خرجت في ال10 سنوات الماضية 31,000 طالب وطالبة بدرجات الليسانس والدبلوم. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده بمعسكر ساوا في 19 من الشهر الماضي لأعضاء الدفعة 33 من مجندي الخدمة الإجبارية، حسب ما ذكرت ذلك جريدة إريتريا الحديثة. وقال الدكتور مهتسون بأن الكليات التي تم تأسيسها في عام 2004 خرجت العديد من الطلاب بمختلف الدرجات العلمية وفي مختلف التخصصات التي كانت تقدمها من قبل جامعة أسمرة. وقال بأن 584 من الخريجين تم ابتعاثهم للدراسات العليا في الخارج. وحسب تقرير الدكتور مهتسون فإن ذلك يعني بأنه في كل سنة كان يتم تخريج 3,000 طالب وطالبة. الجدير بالذكر بأن العشرات من طلاب كلية ماي نفحي كانوا قد دخلوا الأراضي الإثيوبية، بينما قطع العديد من الدارسين في الخارج دراساتهم في الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى، وغادروا إلى بلدان أخرى طلبا للجوء. ذكرت النيابة العامة البلجيكية في مدينة أنفير بأن السلطات عثرت على 12 مهاجرا سوريا وآخر سودانيا داخل شاحنة فاكهة وخضروات. وقالت الشرطة البلجيكية بأن الجميع بصحة جيدة، وشك سائق الشاحنة في وجود مهاجرين على متن شاحنته، مما اضطره لإبلاغ الشرطة، والتي عثرت على المهاجرين في عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين مدينة أنفير البلجيكية وإندهوفن الهولندية. وأفاد التحقيق الأولي للشرطة البلجيكية بأن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون دخول بريطانيا. وكان 39 مهاجرا صينيا قد لقوا حتفهم في 23 من الشهر الماضي بعد دخول شاحنة من بلجيكا إلى بريطانيا. وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا موازيا للشرطة الإنجليزية للتأكد أما إذا كان الضحايا الصينيين قد صعدوا فعلا إلى شاحنة من بلجيكا. وعادة ما يصعد إلى متن الشاحنات في بلجيكا وفرنسا مهاجرون من عدة جنسيات، منهم إريتريون راغبون في الدخول إلى بريطانيا. وكانت السلطات البلجيكية قد عثرت في نهاية الأسبوع الماضي على 20 مهاجرا آخرين مختبئين في إحدى الشاحنات المتوجهة إلى بريطانيا. أفادت تقارير من إثيوبيا بأن أسراب الجراد تهدد المحاصيل الزراعية في أجزاء من إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان. وقالت صحيفة The Standard الإثيوبية بأن أقاليم الأمهرة والصومال والأورومو تضررت من أسراب الجراد القادمة من الجزيرة العربية، وأن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من هذه الأسراب وصل إلى 17,370 هكتارا. ويقوم قسم مكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة الإثيوبية باستخدام الطائرات الخفيفة في رش الأسراب التي تتوزع على مساحة هائلة من الأراضي الزراعية وتهدد بتدمير المحصول الزراعي. وكانت منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة قد حذرت في شهر يوليو الماضي بأن موسم الأمطار السنوي في القرن الأفريقي قد يؤدي إلى توالد أسراب الجراد، مما يهدد المحاصيل الزراعية في كل من إريتريا والسودان وإثيوبيا وأجزاء من الصومال. وطالبت المنظمة حينها وزارات الزراعة في هذه الدول برصد حركة الأسراب والعمل على حماية المحاصيل قبل فترة توالد الجراد.
كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل هذه نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مدير التعليم في إريتريا يقول بأن الألوف من الطلاب تخرجوا في ال10 سنوات الماضية. السلطات البلجيكية تعثر على مهاجرين داخل إحدى الشاحنات. السراب والجراد تهدد الموسم الزراعي في دول القرن الأفريقي. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، فيها تتابعون موضوعين: الأول جائزة كتارا للرواية العربية، والثاني مقالا تحت عنوان نعم للدفاع عن الحقوق ولكن لا لخطاب الكراهية. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، في البدء نجدد التهنئة الحارة للزميل الكاتب الأستاذ حجي جابر، الذي كان أحد الفائزين بالجائزة الروائية لعام 2019 على روايته رغوة سوداء، وإلى مزيد من التألق والتواجد العربي العالمي في عالم الإبداع، امتدادا للجوائز والنجاحات التي حققها في أكثر من منافسة. عزيزي الفاضل وعزيزتي المستمعة، جائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بدولة قطر في بداية 2014، وتهدف إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربيا وعالميا، وتشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين للمضي قدما نحو آفاق أرحب في الإبداع. ويحصل كل فائز على 60,000 دولار إضافة إلى ترجمة عمله إلى اللغة الإنجليزية، وقد بلغت قيمة جوائز دورتها الخامسة هذه 635,000 دولار. فاز الزميل الصحفي الأستاذ حجي جابر بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الخامسة بالدوحة عن فئة الروايات المنشورة، إلى جانب 4 كتاب آخرين من الجزائر واليمن والأردن. ونال جابر الجائزة عن روايته رغوة سوداء، فيما نالها الجزائري الحبيب السائح عن روايته أنا وحايم، واليمني حبيب عبد رب سروري عن روايته وحي، والأردنيان مجدي دعبيس وليلى الأطرش عن روايتي الوزر المالح ولا تشبه ذاتها. وقال جابر بعد الإعلان عن النتيجة: جائزة كتارا بإمكانها أن تضيء أكثر عن رواية رغوة سوداء وتجذب عددا أكبر من القراء في الوطن العربي. أنا ممتن لإدارة الجائزة، لجنة التحكيم، وللقائل العربي الذي آمن بالرواية قبل كل شيء. وفي فئة الروايات غير المنشورة فازت السورية وفاء علوش عن كومة قش، والعراقي وارد بدر سالم عن المخطوفة، والمصري عبد المؤمن أحمد عبد العال عن حدث على أبواب المحروسة، والمغربية عائشة عمور عن حياة بالأبيض والأسود، والجزائري سالم ناصر عن فنجان قهوة وقطعة كراسوان، ويحصل كل منهما على 30,000 دولار إضافة إلى طباعة الرواية. وفي فئة الروايات القطرية التي استحدثت للمرة الأولى هذا العام، فاز بالجائزة أحمد عبد الملك عن رواية ميهود والجنية 60,000 دولار، ليس بالمبلغ الهين كما تقول الجزيرة نت عزيز المستمع. فبين ليلة وضحاها بات بأيدي الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في نسختها الخامسة هذا المبلغ الكبير، فقيمة الجائزة الكبيرة حوالي 635,000 دولار، وعدد الحاصلين عليها يجعلها أكبر جوائز الروايات في المنطقة بأسرها. لكن يبقى التساؤل: ماذا سيفعل الفائزون بهذا المبلغ؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الجزيرة نت التقت عددا من الفائزين على هامش المؤتمر الصحفي الختامي
الذين بالطبع اختلفت طريقة استثماراتهم ذلك المبلغ، فمنهم من سيدخله في إطار تثقيف نفسه بالحصول على كل الكتب التي يحتاجها، ومنهم من يأمل في الدخول بمشروع استثماري، وآخر يعتبر أن هذا المبلغ سيفسح له المجال في التفرغ للكتابة دون البحث عن عناء للعمل. ويعتبر حجي جابر الفائز من إريتريا والفائز بالجائزة في فرع الرواية المنشورة إنه من المهم حصول الكاتب على جوائز ذات قيمة مالية، لأن هذا قد يساعد بعضهم على التفرغ أكثر للإبداع، خاصة أن إيرادات بيع الكتب لا تعود لهم بالدرجة الأولى في ظل مشاكل منظومة النشر وما يسود فيها من قرصنة وضعف الجودة. ويرى جابر أن الجوائز في الوطن العربي لها أهمية أكبر مما هي عليه في بقية العالم، ذلك بسبب أن الكاتب في بقية دول العالم يستطيع الاعتراف بمنتجه من خلال أوجه عديدة من بينها الجوائز، لكن في الوطن العربي لا يوجد تقريبا شيء مثل الجوائز، حيث لا توجد حركة نقدية ترفع من شأن العمل ولا صحافة ثقافية تقوم بترويجه. من جانبها شددت علوش الفائزة في فئة الروايات غير المنشورة على أن مثل هذه الجائزة المادية المجزية ستساعدها في التفرغ للكتابة وعدم استهلاك وقتها في عمل آخر بحثا عن لقمة العيش. قالت منى صريفق من الجزائر الفائزة في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي غير المنشور، قالت إن هذه الجائزة المالية ستمنحها الفرصة لإنجاز عمل جديد على حسابها الخاص، كما أنها ستحاول استغلال هذه الجائزة في السفر والتعرف على بيئات أخرى ومؤسسات ثقافية مختلفة. بدوره يؤكد الدكتور أحمد كريم بلال من مصر أنه سيخصص جزءا كبيرا من الجائزة المالية التي حصل عليها في شراء الكتب والمراجع من أجل تثقيف وتطوير قدراته ومهاراته، خاصة أن الكاتب لا بد أن يواكب جميع الكتابات وكذلك تكنولوجيا العصر. ويقول أبو بكر الفائز في فئة رواية الفتيان عن روايته عفوا أيها الجبل إن جائزة كتارة مجزية من الناحية المالية، وأن الكاتب عندما يجد التشجيع المادي يقبل أكثر على الكتابة والإبداع، خاصة أن الكتابة ليست مهنة وإنما هواية. عزيزي المستمع، فاز 21 متسابقا في 5 فئات ضمن نسخة هذا العام من جائزة كتارة للرواية العربية، وذلك من أصل 1850 مشاركا، منها 612 رواية نشرت عام 2018، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة 999 مشاركة، و77 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، و147 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، إضافة إلى 15 رواية قطرية منشورة في الفئة الخامسة التي أضيفت في هذا العام. سيداتي سادتي، أنتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس في حلقة من برنامج نافذة ثقافية. تحدثنا عن جائزة كتارة 2019 والروايات والكتابات الفائزة. لحظات ونكمل معكم الجزء الثاني من هذا البرنامج، ولكن لا ننسى أن نجدد التهنئة للزميل الأستاذ الروائي حجي جابر على هذا التألق. هذه إذاعة إرينا. مرحبا بكم سادتي إلى الجزء الثاني من هذه النافذة الثقافية. قبل أيام خرج من الشرفة الإريترية الفنان البجاوي إبراهيم المشهور بودعافة على الملأ برسالة فنية زعم أنها صوتا مناصرا لشأن من شؤون شعوب المنطقة. آخرون صنفوا رسالته على أنها كبوة فنية لا غير، لكن بالنظر عميقا إلى دلالات وإشارات ما قدمه ودعافة نستطيع القول إنها مثلت صبينة فنية وسقوطا مريعا، بل إساءة صريحة إلى قبيلة الفن وآله ومريديه، بل وجمهوره على الضفتين الإريترية والسودانية معا. ودعافة الفنان تجاوز في عمله الأخير أعراف وتقاليد وأخلاق ومثل الأمة البجاوية التي درجوا عليها كابرا عن كابر،
ولا نبالغ سادتي في القول إن أغنية ودعاف الأخيرة شكلت تحللا صريحا عن قيم ولزوميات الفن البجاوي المتعارف عليه أدبيا وأخلاقيا وحتى مروءة عبر التاريخ. فقد عرف عن الفنان البجاوي حتى وهو في أعلى قمة نشوته أو غضبته لا يتجاوز تمجيد قبيلته أو التغني ببطولاتها وفروسياتها وذكر مناقبها وتوثيق أيامها وأحداثها، لكن دون النيل أو الإساءة المباشرة أو غير المباشرة لشأن هذه القبيلة أو تلك، سواء كانت من القبائل البجاوية الأخرى أو تلك التي تشاركه المأكل والمشرب والمرعى، إلا هذا الخروج الفادح الفاضح غير الأخلاقي الأخير الذي شكل نشاذا في الحقيبة الثقافية والموروث الفني للشعوب البجاوية. وهنا عزيزي المستمع لا ندعي أن المسرح البجاوي لم يشهد مثل هذه انفلاتات، بالعكس فقد شهد أعمالا فنية غير منضبطة كثيرة، لكنها لم تكسر الضوابط الفنية والالتزام الأخلاقي بل وحتى الإنساني كرسالة ودعاف الأخيرة التي تجاوزت الرسالة الفنية وولغت في موضوع آخر بعيد كل البعد عن الفنون وقيمها النبيلة. نعم، عدد محدود من الشعراء والمغنين البجاويين تجاوزوا الخطوط الصفر في أشعارهم وفنونهم، سواء في إطار التمجيد سالف الذكر أو مدح هذا الفارس أو ذاك العالم، ولكن سرعان ما تنبهوا بحداقتهم الفنية الفطرية أو ذائقتهم القبلية أو ما تفرضه عليهم أخلاقيات المروءة والنفس العالية، فدلفوا إلى شعر الحماسة المفرطة والتغني بالفروسية والبطولات للتنفيس عما يمور بالنفس الأمارة بالسوء مع ضبطها وكبح جماح شهوتها العدائية في أبهى صور الانقياد اللفظي. هذا في العموم الغالب وليس في المطلق من الأشعار والأغاني من الأدب البجاوي، شعرا كان أو أي لون من ألوان الفنون والإبداع، ذلك غيرهم من الشعوب الأخرى المتواجدة في المنطقة عبر آلاف السنين. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أدلجة الفن المرفوض وهو ما أقدم عليه الفنان ودعافة جسد ما يعرف اصطلاحا بتبني خطاب الكراهية والترويج له مع سبق الإصرار والترصد بل والتشهير به في وسائل الإعلام البديلة وبطريقة تدعو إلى الاستهجان والرفض حتى من أفراد القبيلة التي زعم فيها الفنان أنه يدافع عن حقوقها من خلال تبني أسلوب شتم وسب عدد هائل من قبائل وقوميات أخرى لها وجودها الاجتماعي وفعلها التاريخي الإنساني المؤثر على حد سواء في كل من إريتريا والسودان. ونظرا لكثافة جرعة ودعافة من خطاب الكراهية والترويج له، فإن الموضوعية عزيزي المستمع تستدعي إعادة الاستماع إلى رسالته بعقلية محايدة بعيدا عن العواطف والينبغيات والفرضيات، لوضعها في سياق التحليل الفني أولا، ومن ثم تلمس أبعادها الفنية من منطق أخلاقي وفني وأدبي لا العكس، وكذلك تلمس خطابها العدائي، ذلك توخيا للمعالجة الموضوعية المحايدة في هكذا عمل فني غير مستطاب في عقلية وذهنية الذائقة البجاوية بشكل خاص، والمتلقي أي الجمهور العام على وجه التحديد. في هذا الإطار عزيزي المستمع، أي هذا الإطار التحليلي، هنالك جملة من الملاحظات الفنية يمكن إيجازها في التالي. الملاحظة الأولى: التسجيل تم بتخطيط متقن لهدف أيضا قصد تحديده بعناية فائقة، حيث ضمت الخلفية شخوصا بزي بجاوي أصيل. ليس هذا فحسب، بل شملت المجموعة صورة مشابهة لصورة أحد أساطين الفن البجاوي، بالإضافة إلى تضمين صورة لشخصيات مشهورة من شرق السودان وغرب إريتريا وشخصيات فنية وتاريخية في البلدين، ما يعني أن الصورة عموما لم يتم إدراجها أي الصور بشكل عام مصادفة أو اعتباطا، بل وضعت لهدف لا يتسع المجال هنا للتطرق إليه بالتفصيل في إطار هذه المعالجة الفنية. مع ذلك لا يخفى على الكل خطورة تبني وترويج مثل هكذا رسائل باسم الفن وأهله، لأن نشر صور كهذه في لونية فنية
تحمل رسائل عدائية مقيتة، لا يمثل الانتهاكا للخصوصية الذاتية من ناحية، والإقدام على توظيف الإرث والفلكلور والتراث في غير محله من جهة أخرى، ما يعطي مندوحة أخلاقية وقانونية لأصحاب تلك الصور الدفاع عن خصوصيتهم المنتهكة بشكل قانوني وبالطرق التي يرونها مناسبة. الملاحظة الثانية: المبنى الذي تم اختياره ليكون خلفية للشخوص آنف الذكر لا يمت بصلة إلى البيئة البجاوية الأصيلة، ما يعني أن الخلفية لم تكن هدفا بقدر ما كان العلم الخاص بدولة إريتريا، والذي وضع بشكل متعمد ومقصود، وأن حشر الرمز أي العلم في هكذا قضية تعني الإساءة للعلم الوطني المعترف به في الأروقة العالمية، والذي يمثل رمزا لتضحيات بطولية خالدة، وفي ذلك أكثر من دلالة، منها التلاعب بنضالات الشعب الإريتري، والذي يعني أيضا استهتار بالقيم الوطنية، كما أنه يمثل سقوطا سياسيا يضاف إلى سقطات زمرة الحكم في إريتريا، وتصرفا غبيا سواء كان ذلك باسم الفن أو التعبير عن حرية الرأي الشخصي. ولا يغيب عن فطنة المتلقي أن الهدف من هكذا عمل غير وطني لم يتم إلا لأغراض ومصالح سياسية ضيقة لا تعني الإنسان البجاوي في شيء، ولا تعني إريتريا أيضا في شيء، سيما وقد تعمد المخرج تثبيت الملاحظتين لفترة زمنية فنية بهدف تأجيج العواطف أكثر، وإحداث أثر نفسي انفعالي ودغدغة المشاعر، وإحداث تأثيرات وجدانية متهورة وإذكاء أوارها بعد إذن. الملاحظة الثالثة عزيزي المستمع: استمات الفنان ودعافة في زعمه بأن المنطقة كلها سواء في شرق السودان أو غرب إريتريا هي ملك لقومية واحدة دون غيرها، ويعتبر ذلك تدليس وتزوير لحقائق جغرافية وتاريخية، ولين لأعناق الحقوق والثوابت التي لا تقبل مجرد نقاش حولها فضلا عن قبولها كمسلمات. والقصد من ذلك كله أيضا هو إشعال أوار الاقتتال القبلي والأهلي في المنطقة، ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية رخيصة لصالح الجهة التي تقف وراء العمل غير الفني وغير الإنساني، فضلا عن القضاء على التلاقح الأهلي والتعايش القبلي والعرقي الذي يتميز به إنسان المنطقة منذ قرون. أما الملاحظة الرابعة: فقد حاول الفنان في قصيدته المسؤول الوحيد عن مضمونها ورسالتها، سواء كان هو الذي كتب اللون العدائي هذا أو كتبت له، رغم أن اللون الشعري للعمل يشبه فيما نشره ودعافة من قبل، سواء ما ظهر به في مدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رحمه الله، والتي صب فيها جام غضبه على فئة من فئات الشعب العراقي، وكان ذلك أو في ذلك غير موفق. عموما سادتي، وبالعودة إلى موضوع رسالة دعافة الأخيرة، فقد كانت كبرى كبواته ومزالقه أنه ربط شأن قومية معينة وتحديدا البني عامر في المنطقة وفق زعمه بما يعانيه الفلسطينيون في دولة إسرائيل. وهذه المقارنة والمماثلة غير الرشيدة وغير المنطقية وغير الموضوعية لم تأتي لمجرد نزوات شعرية فردية فحسب، بل جاءت عن قصد للتغرير بأبناء القومية التي يزعم أنه يدافع عن مصالحها، سيما وأنه قد صورهم كما لو أنهم في وضع احتلال واستعمار من القبائل الأخرى في المنطقة. بالتالي دعاهم إلى استرداد حقوقهم بمثل ما يقدم عليه الفلسطينيون، وهي دعوة مرفوضة ومقارنة في غير محلها إطلاقا، بل تعبر عن سقوط فني وجهالة وخبث كل من شارك في إخراج هذا الخطاب العدائي الشيطاني المقيت، وليس كما زعم شاعر ومؤدي الأغنية سالفة الذكر الفنان ودعافة. هذه إذاعة إرينا. بشكل عام عزيزي المستمع، هناك جملة من الملاحظات لا يتسع المجال للحديث عنها، لكن بكلمة نقول إن مثل هكذا أدلج للفن والتغرير بالبسطاء وآل الغفلة الفنية لدفعهم إلى تبني هكذا خطابات عدائية باسم هذه القبيلة أو تلك لا يشبه إلا نظام أسمر الدكتاتوري فقط لا غير، والذي لن ولم يتوانى في زرع
بذور الفتن القبلية والأهلية بين مكونات التمازج العرقي والتداخل الإثني والتلاقح القبلي في كل من إريتريا والسودان. إن تجارب نظام أسمر السياسية الطائشة أكدت أنه لا يألو جهدا في إشعال فتيل الحرب الأهلية بين القبائل والشعوب الممتدة في إريتريا والسودان، وضرب النسيج الاجتماعي والقبلي في المنطقة في مقتل، وأولها إريتريا، هذه التي فرغ من وضع كل ألغامه على أرضها، ونار الاشتعال الإثني والعرقي في عمومها، ومن ثم المنطقة برمتها، فهي قاب قوسين أو أدنى من ذلك الاشتعال، ذلك عبر ممارساته غير الحصيفة وعربدته السياسية لأكثر من ربع قرن. وقد درج نظام أسمر أبدا للتأثير على القرار السوداني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ذلك من خلال الإمساك بملفات سودانية يبذر فيها بذور الخلاف ويضع في أجندتها اختلالات بينية، سيما البوابة الشرقية على وجه التحديد، على غرار ما لعبه طوال عهد الإنقاذ المنحل البائد. وما ملف جبهة الشرق التي مثلت فكرة تكتيكية إريترية غير حصيفة، ومن ثم نالت رعاية وسقيا إريتريا، وأفرزت مولودا سودانيا مشوها خارج من رحم الشرق النازف، إلا دليلا على هكذا تدخل سافل لنظام أسمر في الشأن السوداني، حيث لا يزال شرق السودان يئن ويدفع فواتير تلك العربدة السياسية للنظام الدكتاتوري في أسمر وما أسمر من ذلك ببعيد. سيداتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من التعليق على رسالة الفنان إبراهيم ودعافة، الذي لم يعد من خطاب كراهيته معافى فنيا وأخلاقيا وأدبيا. قبلها سادتي تحدثنا عن جائزة كتارا، وتهنئة حارة مجددا للأستاذ الزميل الروائي حجي جابر. وحتى جديد الملتقى من هذا البرنامج، تقبلوا تحايا محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمؤون، وأنتم سادتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مدير التعليم في إريتريا يقول بأن الألوف من الطلاب تخرجوا في ال10 سنوات الماضية. قال العميد الدكتور هايلي مهتون مدير إدارة التعليم العالي بأن المؤسسات التعليمية في إريتريا خرجت في ال10 سنوات الماضية 31,000 طالب وطالبة بدرجات الليسانس والدبلوم. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده في معسكر ساو في 19 من الشهر الماضي لأعضاء الدفعة 33 من مجندي الخدمة الإجبارية، حسب ما ذكرت ذلك جريدة إريتريا الحديثة. السلطات البلجيكية تعثر على مهاجرين داخل شاحنة. ذكرت النيابة العامة البلجيكية في مدينة أنفير بأن السلطات عثرت على 12 مهاجرا سوريا وآخر سودانيا داخل شاحنة فاكهة وخضروات. وقالت الشرطة البلجيكية بأن الجميع بصحة جيدة، وشك سائق الشاحنة في وجود مهاجرين على متن شاحنته، مما اضطره لإبلاغ الشرطة، والتي عثرت عليهم في عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين مدينة أنفير البلجيكية وإندهوفن الهولندية. أسراب الجراد تهدد الموسم الزراعي في دول القرن الأفريقي. أفادت تقارير من إثيوبيا بأن أسراب الجراد تهدد المحاصيل الزراعية في أجزاء من إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان. وقالت صحيفة ذا ستاندرد الإثيوبية بأن أقاليم الأمهار والصومال والأورومو تضررت من أسراب الجراد القادمة من الجزيرة العربية، وأن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من هذه الأسراب وصل إلى 17,370 هكتار. مستمعي والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه. هذه إذاعة إرينا.